السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. أهلا بيك، وحشتوني. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض فراخ جميلة جميلة جميلة. أنا هنا معايا أوراق فراخ غسلاها ومخليها زي الفل بالخل والدقيق والملح والليمون، ومخليها زي الفل وشطفاها ومصفياها. هنا معايا معلقتين مايونيز كبار، ومعايا معلقتين تبس فليفلة اللي هي الأحمر ده، ومعايا معلقة مايونيز معلقة مستردة سوري، ومعلقة عسل أبيض كان ده تمام في البولة بتاعتي دي. ومعايا هنا الملح بتاعي، فانا هملح الفراخ التتبيله دي كويس، لان الفراخ من الحاجات اللي بتحب الملح شويه، يعني عكس اللحمه اي ملح فيها بتبان، لما الفراخ بتبقى عايزه ملح شويه. دي معايا معلقه كبيره بهارات فراخ، دي معايا ده خلنجان ربع معلقه صغيره، وفلفل اسود وكباب صيني وبابريكا، ومعلقه كبيره كزبره ناشفه، ومعلقه صغيره توم بودره، ومعلقه صغيره بصل بودره، وحطيتهم كلهم هنا في البولة دي. وهحط عليهم ربع كوباية زيت ونص كوباية مية، وهقلبهم كويس. هنا الخلنجان معانا اللي انا شاورت لكم عليه اللي هو البني الصغير من التوابل ديت، في ديت ايه بتقوم بعملية الخل او الليمون. تمام، بدل ما نحط ليمون او خل اللي هي بتقوم بنفس الوظيفة بالظبط. فبتبقى جميلة جدا وطعمها مستحب قوي، وما بتبقاش لاذعة قوي في التتبيلة. دلوقتي انا قلبتها كويس جدا، حطيت عليها معلقه سكر بودره بردك كمان كده، انا بحب الحاجات السويت اند صور شويه، فزودت معلقه سكر بودره، فبقلبها كويس جدا جدا. وهبتدي اصب كل الخلطه الجميله ديت على الاوراق الفراخ بتاعتي كده، تمام جدا جدا. وهبتدي بقى اعمل لها احلى مساج. هنبتدي بقى نعمل لها بقى، ندخل التتبيله بقى دي تحت الجلد كده، ومن جوه ومن بره، ونخليها ايه قمر 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 ما شاء الله لا قوه الا بالله. عايزه اقول لكم ريحه التتبيله، يا خبر ابيض على الجمال والحلاوه، اللهم صل على النبي، الريحه قمر 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 كده. تاكلوها يا رب في الهنا وفي العافية بإذن الله تعالى. بص انا مغرقاها ازاي. الله 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 الله. طبعا مش هسيب التتبيلة دي اللي في الطبق دي حرام، هصبها كلها على الفراخ كده، تمام. هنزل بيها كلها على الفراخ كده. الله 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 الله. طبعا مش قادرة اقول لكم تتبيلة جميلة قد ايه، تحفة تحفة جدا. تم- تمام، هوزعها بقى عليها كده كويس، تمام جدا جدا. حلو قوي 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 بصراحة. عايزه اقول لكم ان الصوص ده بيتغمس بعد ما بيستوي، مش بنرميه، احنا نحطه ونغمزه كده، طعمه تحفه. هاخد بقى الصينيه الحلوه دي وهروح احطها على عين البوتاجاز من فوق، تمام كده. هديها غلوه كده حلوه، واكون مولعه الفرن في نفس الوقت دوت. مولعه الفرن كده ايه، على عشان الفرن يبقى سخن قوي، عشان لما تدخل تاخد ايه تستوي على طول على درجه حراره عاليه في الفرن، درجه حراره 200 او 200 وشويه. نحطها على قاع الفرن، واول ما تشكشك كده نحطها على الشوايه. دلوقتي الفراخ معايا استوت وزي الفل. فده الصوص اللي طلع من الفراخ، فانا بمسك الفرشه وبلمع بيها الفراخ كده من فوق، عشان تبقى شكلها حلو وجميل. والصوص ده طبعا بيتغمس. طبعا عايزه اقول لكم ايه، لو عجبكم بقى الفيديو اعملوا لي لايك وشير، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، عشان يوصل لكم كل اشعار فيديوهاتي. كان معكم مطبخ هند. تاكلوها يا رب في الهنا وفي العافية بإذن الله تعالى. آه لا- يا رب ينال إعجابكم بإذن الله تعالى. تاكلوها يا رب في الهنا وفي العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.